ماذا لو مفيش جاذبية على الأرض لمدة 24 ساعة؟ لو الجاذبية اختفت من على الأرض لمدة 24 ساعة، الدنيا هتبقى فاضية بمعنى الكلمة، وحاجات كتير هتحصل بشكل مرعب. تعالوا نتخيل السيناريو مع بعض. أي حاجة مش متثبتة بالأرض هتبدأ تعوم في الجو، سواء بشر، حيوانات، أو حتى العربيات. لو كنت في بيتك هتلاقي نفسك فجأة متعلق في السقف، ولو في الشارع ممكن تلاقي نفسك بتطفو لفوق وما تعرفش تنزل تاني. البحار والمحيطات هتبدأ تتبخر في الجو، المية مش هتفضل في مكانها لأنها محتاجة الجاذبية عشان تفضل متماسكة في البحار والمحيطات، فهتبدأ تتطاير في الجو على شكل سحب ضخمة من المية، وده ممكن يعمل مشاكل رهيبة لو الجاذبية رجعت فجأة، لأن كل المية دي هترجع تنزل بشكل عشوائي وتسبب تسونامي عالمي. الغلاف الجوي هيبدأ يختفي، الجاذبية هي اللي ماسكة الغلاف الجوي حوالين الأرض، ولو اختفت الهواء نفسه هيبدأ يتسرب للفضاء، وده معناه إن الناس اللي على الأرض مش هيقدروا يتنفسوا بعد فترة قصيرة جدا وهيبدأوا يتخنقوا. البراكين والزلازل هتضرب الأرض من جوه مليانة صخور منصهرة تحت ضغط رهيب، لو الجاذبية راحت الضغط ده ممكن يسبب انفجارات بركانية ضخمة وزلازل مش طبيعية، لأن التوازن الداخلي للأرض هيبقى في حالة فوضى. طب لو الجاذبية رجعت فجأة، كل الحاجات اللي كانت بتطفو في الجو هتنزل على الأرض مرة واحدة وبسرعة رهيبة، الناس، الحيوانات، حتى المية، المباني اللي كانت بدأت تنهار، كل حاجة هترجع تهبط بشكل كارثي، وده معناه إصابات ووفيات بالملايين. لو الجاذبية اختفت 24 ساعة، الأرض هتتحول لكابوس حقيقي، والمشكلة إن حتى لو الجاذبية رجعت بعدها، العالم مش هيبقى زي ما كان، هيبقى حصل دمار شامل وهيحتاج سنين عشان يتعافى، ده لو أصلا البشر قدروا ينجوا من الكارثة دي.